الجولة الثالثة برازيلي واسمر برقص صامبا، برازيلي واسمر برقص صامبا، ده عنوان الجولة الثالثة. هتقول لي هقول لك هي جولة ثالثة اجوان عالمية من الناس البرازيلية بس مش اكتر من كده. هنبدأ الجولة دي ما فيهاش غير ماتشين، الزمالك ومودرن ومصر وبيراميدز. هنبدأ بالزمالك، الماتش لسه خلصان. ايه اللي بيحصل؟ الزمالك بدأ الشوط الأول الفين قال لهم بص 1-0، خد الواد يمين شمال هوبا في الجون ار2، شكرا مش عايزين حاجة تانية خالص. بقيه الشوط بيعملوا ايه؟ بيلعبوا في نص الملعب، بيباصوا لبعض، ده يروح هناك شويه وده يرجع تاني شويه، ده يباصي المودرن وده يباصي للزمالك، مش حاجه اكتر من كده. دخلنا الشوط الثاني، مدرب مودرن قال لك بص انا هاجم بكل الناس، يلا يا جدعان هاجموا، خلع كل الناس الدفاعيه ودخل كل الناس الهجوميه. لسه داخل الشوط الثاني هوبا شيكو بنزا شاط الكوره، ابو جبل بيعمل ايه ده؟ ايه ده؟ دي كوره سابها ودخلت الجول. بتعمل ايه يا ابو جبل؟ معرفش والله، يعني هي سبحان الله بتيجي معايا كده اوقات. ايه اللي عايز الجون في نفسه؟ انت عايز ايه يا ابني؟ مش عارف. مدرب مودرن بعد جون عمل كده، يعني انا بهاجم طب انت دخل فينا جون بقى، بدل ما كان خسران 1 بقى خسران 2 وهو لسه في اول كام دقيقه في الشوط الثاني. راح جالك بقى ما بداش، طلع ما بقيه الناس بقيه الناس الدفاعيه ودخل كل الناس الهجوميه. بصراحه لعب كويس وعمل جاله انفراد مع صبحي، وصبحي الصراحه صد كوره حلوه، جت كوره الغنام استلم على الصدر وهوبا حطها في الزاويه، وبرده صبحي شالها حلوه. الدنيا كويسه. كلنا عارفين ان مودرن جاب في الاهلي جونين من كرات ثابته، جاب كرة ثابته، كرة ملهاش اي 30 لازمه بيرفعها، راح جاي ونش بيعملها كده بيطلعها، راح جاي صبحي بيعمل كده وعمال اللي مش عارف بيعوم ولا ايه، والكرة دخلت جون في منتهى السذاجه. مش مفهوم ده جون ايه؟ يعني تصد كل الكور الصعبه وكرة زي دي، ونش بيعمل كده وصبحي بيعمل كده وبيعوم بقى ويعمل لك كده. يا جدعان ده عيب، عيب يا جدعان، انتوا في الزمالك عيب. المهم جون في نفسه. وبقيه الماتش كله واقف على اعصابه، ايه ده مودرن هيجيب جون ولا الزمالك هيجيب جون؟ والماتش بدا يفتح هجمه هنا وهجمه هنا، هجمه هنا وهجمه هنا، والموضوع خلص على ايه؟ 2-1. والف مبروك نادي الزمالك وكل الكلام الحلو ده. والصراحه الزمالك معاه فرقه كويسه جدا. ادم كانت جاله كور كتير قوي، كان 1 على 1 يلم على طول يشوط في الجون، بس هو مش عارف يعني ايه، ما كانش في المود امبارح ولا ايه ما تعرفش. عموما هو ماتش كان كويس، الزمالك يستحق انه يكسب بصراحه عن مودرن عمل ماتش الشوط الثاني كويس، بس في الاول والاخر الزمالك معاها اجنحه تقال جدا، شيكو بنزا والفينا. بصراحه الفينا ده هيبقى بعبع الدوري المصري، بعبع الدوري المصري بلا منازع. الواد ده هياخد هداف واساس، تعمل كل حاجه في الدوري المصري. الفينا ده هيألفنا كلنا، هيخلينا كلنا نلف حوالين نفسنا. الفينا ده هيخلينا كلنا نلف حوالين نفسنا وافتكروا كلامي. هيبقى احسن لعيب في الموسم ده اذا كمل الموسم ومشيش بعد الاداء التألق اللي يعمله بس في اول موسم. الماتش الثاني المهم في الجوله هو ماتش بيراميدز والمصري. الماتش ده كان جامد قوي يا جدعان، ما بفكرش على الماتش ده، فاته كتير قوي قوي قوي. بيراميدز عمل شوط اول، بص هو ده بيراميدز بقى له ماتشين كان نايم فاق في الشوط الاول. والجون بتاع الواد البرازيلي اسمه ايفرتون ده اللي لسه لغايه ما ثبتش نفسه، الواد بيمشي بيهوش بس ماشي الكوره، هو بيهوش اللعيبه كلها بتبعد عنه، بيهوش لغايه ما عدى 3 ازاي ما تعرفش، بالتهويش بس عدى 3 وراح جاي حطها في الزاويه البعيده، شكرا جول. بصراحه الشوط الاول كان جامد قوي بيراميدز. المصري كان ضعيف قوي، بيجي على فترات، في كوره حطها في العارضه، المصري حط كوره في العارضه الصراحه كانت كرة جون، بس هو حظه جت في العارضه. الشوط الثاني بقى هجمه هنا وهجمه هناك، ماتش بقى كده بنتفرج على ماتش اوروبي، ماتش جامد قوي يا جدعان. والواد قطه لم 2 كده وراح جاي حطها لمايلي، برده مهاجم، بص هوش الجون وراح جاي حطها من تحت، بس هو ده المهاجم فيستون مايلي، مهاجم تقيل يا جدعان، مهاجم. وبصراحه اللي انا عايز احييه عمر الساعي، عمل جون يا جدعان جامد قوي، بقى بينزل يعمل فرق، بيعمل فرق في اللعبه. ودغموم الواد ده السنه دي، هو كان بيلعب عشوائيه دغموم، دلوقتي السنه دي دغموم يعني بص بيلعب للفرقه، الوحيد اللي ما طلعش طول الماتش في خط الهجوم، بيلعب مع الفرقه. هو صلاح محسن بيلعبوا مع الفرقه. المصري فرقه متكامله بامانه، وانا بتوقع السنه دي هيبقى منافسه بين الاهلي زمالك مصري وبيراميدز على المركز الاول. وافتكروا كلامي، هيبقى الاربع فرق دول بينافسوا على المركز الاول. المصري تعادل، جابوا جول التعادل من دغموم حلو جدا. مصر ضيع ضربه جزاء وجابها في الاخر، بس كان صلاح محسن دخل المنطقه قبل ما الواد يشوط الكوره. بصراحه كان كوره ساذجه قوي، اللي بيشوط الكوره مش عارف اسمه ايه، كان من ناشئين الاهلي، شاط الكوره وحشه قوي بامانه، الكوره باينه ان هي تتصد. لا المصري يا جدعان فرقه، والسعر راح جه تعادل في اخر كام دقيقه. لا يا جدعان المصري السنه دي عامل ماتشات جامده جدا. بيراميدز هتقول لا، بيراميدز الماتش ده كان فايق،
يعني انا ما اقدرش اقول بيراميدز ما عملش اللي عليه وما اقدرش اقول مصر ما عملش اللي عليه. انا عايز اقول لك الاثنين يستحقوا بصراحه التعادل، لان كان لو ده كسب كنت اقول حرام وده كسب حرام، لان الاثنين عملوا ماتش قوي جدا، قوي جدا جدا جدا. وميسيتش ده مدرب بيراميدز يا ابني اهدى اهدى. رفع عمل البنطلون وواقف عمال ايه يا عم في ايه؟ ما لو كنت في الملعب كنت عملت فينا ايه؟ اهدى على حالك يا عم كده عشان ربنا يكرمك. بصراحه بيدي نكهه، ساعات دماغه بتهب منه كده، بس بيدي كده كل بتستنيه تشوف كل جوله هيعمل ايه. خلاصه اللي حصل كله، الجوله الاهلي باي، الزمالك كسب خوان الفينا. انا بالنسبه لي وشيكا بنزل الاثنين دول اللي كسبوا الزمالك. بيراميدز محتاج يفوق على نفسه الفترات الجايه. المصري شابوه يا ابني، وشابوه مدرب المصري ان هم شغالين كويس جدا، ولو استمروا على كده المهم النفس الطويل. ترتيب الدوري المصري الاول، الزمالك الثاني، وبيراميدز مش عارف الرابع ولا الخامس. فالمهم الاول والثاني مصر والزمالك والاهلي لسه ناقص له ماتش عشان يتساوى زيهم. اكتب تحت في الكومنت شايف الدوري السنه دي هيبقى عامل ايه، وهل هيبقى الاربع فرق بينافسوا على الدوري السنه دي ولا هيبقى في فرقه فارقه عن الباقي؟ اكتب تحت في الكومنت. سلام.